ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. وقبل ما نبدأ في قصة النهاردة عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. ويلا بينا نصلي على النبي وناخد 10 حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تبدأ قصتنا مع الطفل ابراهيم وبيقول لمامته ميار: ماما انا عايز حلاوة المولد. حاضر يا حبيبي، ان شاء الله هجيب لكم حلاوة المولد. بتقول هاجر بنتها: حضرتك هتجيبي لنا حلاوة المولد منين يا ماما؟ ما تشيليش هم انت يا هاجر. ما شيلش هم ازاي بس يا ماما؟ وانا عارفة ان احنا ما معناش فلوس، بناخد المعاش بتاع بابا ويا دوب بيكفي احتياجاتنا، هنجيب منين حلاوة المولد؟ انت ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا هاجر؟ وبعدين يا حبيبتي انا هجيب لكم، ما تشيليش هم، ومش عايزة اسمعك بتتكلمي في الموضوع ده تاني، انت فاهمة؟ حاضر يا ماما. دخلت ميار لأوضتها وقفلت على نفسها وقعدت تعيط لأن مش عارفة هتجيب لهم ازاي حلاوة المولد، ودول أطفال وأكيد نفسهم في الحلاوة زي باقي الأطفال. قعدت تعيط شوية وبعدها قامت اتوضت وصلت عشان تستنجد بربنا، ودعت ربنا وقالت: يا رب يا رب حلها من عندك، انت اللي عالم بحالي، انا مش عايزة اكسر فرحة اولادي، عايزة افرحهم زي باقي الاطفال. يا رب ساعدني، يا رب ساعدني اني افرحهم يا رب، وادليني على اي طريق علشان اجيب منه فلوس، يا رب ساعدني. خلصت ميار دعاءها لربنا ودخلت تنام وهي شايله الهم، مش عارفه هتجيب حلاوه المولد منين لاطفالها. وكان في الوقت ده سمعها هاجر، وراحت هي التانية اتوضت وصلت ودعت لمامتها ان ربنا يساعدها، وكانت بتقول: يا رب يا رب ساعد ماما علشان نفرح ابراهيم، انا مش عايزه حلاوه المولد يا رب، علشان عارفة ان ماما ما معهاش فلوس، لكن عايزين نجيب لابراهيم علشان ما يزعلش. مش مهم انا اكل حلاوة المولد، اهم حاجة ابراهيم لانه ده طفل صغير. يا رب ساعد ماما علشان خاطر ابراهيم يا رب. وفضلت تدعي شوية وبعدها خلصت وراحت علشان تنام. وتاني يوم صحيت ميار وحضرت الفطار لعيالها وفطروا، وكانت قاعدة ميار بتفكر هتعمل ايه، وقطع تفكيرها صوت الباب وهو بيخبط. فتحت، كانت جارتها دعاء. ازيك يا دعاء، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ميار، وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضلي ادخلي يا دعاء. ميار عملت كوباية عصير وطلعتها لدعاء، ودعاء لاحظت ان ميار متضايقة. مالك يا ميار، وشك مخطوف ليه وعينيكي وارمة؟ انت كنتي بتعيطي؟ لا مش بعيط ولا حاجة، متضايقة بس شوية. عليا انا الكلام ده؟ يا بت احنا 10 سنين ومش هتخبي عليا، قولي بس في ايه وايه اللي مضايقك؟ ابراهيم يا دعاء امبارح قال لي انه عايز حلاوة المولد، وانا مش عارفة اعمل ايه، ومش معايا غير معاش جوزي، ويا دوب بيقضي مصاريف البيت بالعافية، وانا مش عايز اكسر بخاطره. وهاجر التانية قالت لي هنتصرف ازاي يا ماما، ويا دوب معاش بابا بيقضي بالعافية. وانا قلت لها ان انا هتصرف، انا مش عارفة هي جبت الكلام ده منين، ده يا دوب عندها 9 سنين وبتقول لي كده، وانا مش عايزة اشيلها الهم، دي لسه صغيرة، عايزة عيشة مرتاحة زي بقية زمايلها. هي بتكون محتاجة حاجات كتير لكن مش بتقدر تطلب مني، ده حتى من قبل ما باباها ما يتوفى وهي كده زي ما يكون حاسة بينا، مع ان اي حد في عمرها ما كانش هيحس بكل ده. وانا عايزة اريحهم ومش عايزة اتعبهم خالص، ومش عارفة اعمل ايه يا دعاء، انا تعبت من كتر التفكير. ده انا قلت يمكن عمامهم هيفكروا فيهم ولا يجيبوا لهم حلاوة المولد ويفرحوهم، لكن هم ما عبروناش حتى ولا برن التليفون من يوم ما توفى مصطفى وهم مش بيكلمونا. ربنا يحفظهم لك يا ميار ويرحم لك جوزك، ان شاء الله هتتدبر يا ميار، ما تشيليش هم ان شاء الله. بس انا عايزه الاقي بس اي شغل اشتغله عشان اقدر اكفي مصاريف اولادي، ومش عارفه اشتغل في ايه. انت بتعرفي تخيطي يا ميار؟ ايوه يا دعاء، بتسالي ليه؟ طيب ما الشغل قدامك اهو. مش فاهمه تقصدي ايه؟ اللي اقصده انك ممكن تجيبي مكنه صغيره وتشتغلي عليها من البيت، ده في البدايه، وانا هفصل عندك كام حاجه وهوريهم للجيران واقول لهم عليكي شويه شويه، الناس هيجولك والجيران هيعرفوا اصحابهم وقرايبهم، وبعد شويه لما تكتبي فلوس حلوه تأجري محل وتجيبي بنت ومكنه تانية وتشتغلي في المحل، وشويه شويه تكبري المحل، والموضوع ده اضمنهولك 100% انه هيكسب، لان في المنطقه بتاعتنا ما فيهاش ترزي، وعشان نروح للترزي بنقعد مسافه كبيره عشان نروح له وبيكون غالي. قلت ايه يا ميار؟
دي فكرة حلوة جدا يا دعاء، انا ازاي ما فكرتش في الفكرة دي؟ بس المشكلة اني مش معايا فلوس اجيب المكنة. انتي عارفة اني محلتيش غير معاش جوزي، هما 2000 جنيه، وقال لي مكنة يمكن ب1500 وانتي طالعة. لو جبتها هاكل العيال منين لحد اخر الشهر؟ خلاص يا ستي سيبيها عليا، عبد الله جوزي يعرف واحد بيبيع مكن مستعمل، استعمال خفيف وسعره هيكون كويس جدا، هكلمه واسأل عليها ونشوف المكنة بكام، وهخليه يجيب واحدة وانا هدفع لك تمنها وقت ما يكون معاكي رجعهم لي يا ستي. لا يا دعاء، انا مش عايزة اكتر عليكي، انا عارفة ان الدنيا غالية الايام دي والواحد يدوب بيكفي مصاريف بيته بالعافية، ما اقدرش اخد منك حاجة. عيب عليك اللي بتقوليه ده، احنا مش اخوات ولا ايه؟ انا زي اختك يا ميار، وانا مش بقولك خديهم وما ترجعهمش، انا بقولك خديهم سلف، يعني هترجعيهم تاني بس لما ربنا يفرجها عليكي. وانا لو محتاجاهم ما كنتش هجيبلك المكنة ولا كنت هسلفك اصلا. فكري بس يا ميار، المشروع كويس جدا وهيفيدك. ميار قعدت تفكر شوية وبعدها قالت طيب ماشي يا دعاء، انا موافقة وان شاء الله هردلك الفلوس في اقرب وقت. لا على مهلك خالص يا ميار، وقت ما يكون معاكي فلوس كويسة يبقى اديهم لي يا ستي. ميار حضرت دعاء وقعدوا يتكلموا شوية، وبعدها دعاء طلعت علشان تجهز الغدا لجوزها، وبعد ما رجع جهزت له اتغدوا وقالت له بقول لك يا عبد الله. قول يا حبيبتي. كنت عايزاك تشتري مكنة خياطة مستعملة ويكون استعمالها خفيف وتمنها برضو كويس كده على القد، يكون في حدود 2000 جنيه. ليه يا حبيبتي انت ناوية تفتحي اتيليه ولا ايه؟ لا مش انا اللي هفتح، ميار جارتنا هي اللي هتفتح، بس مش دلوقتي، هي هتشتغل من البيت دلوقتي لحد ما ربنا يفرجها. خلاص حاضر، هكلم لك صاحبي وهخليه يشوف حاجة تكون كويسة وسعرها كويس. تمام يا حبيبي. عبد الله كلم صاحبه وقال له ان المكنة ب1500 جنيه، وعبد الله قال له تمام، وقال له دعاء انه هيروح بكرة يجيب المكنة. ودعاء نزلت جري على ميار، راحت قالت لها، وميار طبعا فرحت جدا ان ربنا استجاب لدعائها وهيفتحها في وشها اخيرا. وتاني يوم نزل عبد الله للشغل بتاعه، وهو راجع جاب المكنة وكلم دعاء تنزل تستناها عند ميار علشان يديها المكنة اللي جابها لها. ودعاء وميار قاعدين الباب خبط، ودعاء قالت ده اكيد عبد الله جاب المكنة، وراحت فتحت الباب وعبد الله دخل المكنة وطلع تاني. ميار قالت معلش يا دعاء تعبتك معايا انتي وعبد الله. لا عادي يا حبيبتي احنا اخوات. وبعدها قالت بهزار عشان ما تحسسش ميار انها تقيلة عليهم انا هدعي ليكي كل يوم ربنا يكرمك علشان تعزمين على صينية حلويات من تحت ايديك القمر دي، بس كده من عيوني اعمل لك احلى صينية حلويات، ربنا يخليكي ليا يا رب يا ميار. وبعد كده استأذنت دعاء وطلعت على شقتها، وميار كان عندها حتة قماش قصتها وعملتها سلوبت كان شكلها جميل جدا. طلعت هاجر بعد ما مامتها خلصت السلوبتة وقالت الله يا ماما السلوبتة دي جميلة جدا. بجد يا حبيبتي؟ والله يا ماما جميلة جدا. لمين دي؟ ليكي يا قلبي. بجد يا ماما شكرا جدا ليكي، هروح اقيسها واجي. ايوه يا حبيبتي روحي. هاجر لبست السلوبتة وكان شكلها جميل جدا عليها، وقالت لمامتها بكرة لما اقعد مع صحباتي هلبسها واوريها لهم واقول لهم ماما اللي عاملاها. تمام يا حبيبتي تعيشي وتدوبيها. هو اخوكي نام؟ ايوه يا ماما. طب يلا روحي انتي كمان علشان تنامي. حاضر يا ماما تصبحي على خير. وتاني يوم صحيت هاجر وكلها نشاط وحيوية فرحانة انها تلبس السلوبتة الجديدة. قامت ولبست السلوبتة وعملت شعرها قطتين وكانت جميلة جدا. ولما شافتها ميار قالت ما شاء الله اللهم بارك شكلك جميل جدا يا هاجر. حبيبتي يا ماما تسلم ايديك على السلوبتة القمر دي، انا هروح اقعد مع صحباتي واوريهم السلوبتة. تمام يا حبيبتي خدي معاكي 10 جنيه دي عشان لو احتجتي حاجة. شكرا يا ماما انا مش هحتاج حاجة. انتي خدي معاكي 10 جنيه دي عشان لو احتجتي حاجة. شكرا يا ماما انا مش هحتاج حاجة. اسمعي الكلام يا هاجر. هاجر سمعت كلام مامتها واخدت منها الفلوس ونزلت. وابراهيم قال لمامته وانا يا ماما مش هتعملي لي حاجة، انا عايز لبس حلو زي هاجر. نزلت ميار لمستواه وقالت له هعمل لك يا حبيبي اجمل لبس، بس شوية كده تكون معايا فلوس وانزل اجيب قماش واعمل لك احلى طقم. ابراهيم حضر مامته وقال لها ربنا يخليكي ليا يا ماما، وبعدها سابها وراح يتفرج على التلفزيون. والروح عند هاجر كانت قاعدة مع صاحباتها ياسمين وزينب،
وبيقولوا لها الله يا هاجر السلوبتة دي شكلها جميل قوي، انت مشترياها منين؟ لا انا ما اشتريتهاش، ماما هي اللي عاملاها لي. ردت زينب وقالت لها بجد؟ طب انا هقول لماما تقول لمامتك تعمل لي واحده زيها. وياسمين برضو قالت لها فعلا يا هاجر شكلها جميل جدا، انا كمان هقول لماما ونبقى احنا التلاتة لابسين زي بعض. والبنات قعدوا مع بعض شويه وبعدها كل واحده رجعت بيتها. ونروح عند ميار وكانت قاعده معاها دعاء وبتقول لها انت شغلتي المكنه يا ميار؟ ايوه شغلتها وعملت سلوبيتا لهاجر، ولما شافتها عجبتها جدا ونزلت توريها لاصحابها تحت. ربنا يكرمك يا رب يا ميار. بقولك صحيح انا جبتلك القماش اللي هتفصليه وهوريلك الموديلات اللي العيال عايزينها، ووقت ما تخلصيهم رني عليا. تمام يا حبيبتي، انت عايزاهم امتى؟ يعني على اخر الاسبوع كده. تمام ان شاء الله قبل اخر الاسبوع يكونوا خلصوا. وبدأت دعاء تفرج ميار على الموديلات اللي عايزة زيها، وبعد ما خلصت قعدوا يتكلموا شوية، ودخلت عليهم هاجر وهي فرحانة وبتقول ماما ياسمين وزينب عجبتهم السلوبتة وقالوا لي هيقولوا لمامتهم علشان يعملوا زيها عندك. وقالت دعاء ما شاء الله اللهم بارك، ان شاء الله تبقى فتحة خير ليك يا ميار. وراحت قايلة لهاجر ما شاء الله السلوبتة جميلة جدا عليكي يا قلبي. شكرا يا طنط دعاء حضرتك اللي جميلة. وبعدها سابتهم ودخلت تلعب مع اخوها. وعندي ياسمين في البيت ماما انا عايزة سلوبتة زي بتاعة هاجر. حاضر يا حبيبتي يبقى ننزل ونشتري زيها. هي مش مشترياها يا ماما، مامتها هي اللي عاملاها لها في البيت. حاضر يا ياسمين، انا هكلم مامتها واخليها تعملك واحدة زيها. شكرا ليكي يا ماما. وزينب قالت لمامتها نفس الكلام. وتاني يوم في بيت ميار وصلت مامة ياسمين ومامة زينب، وبعد ما دخلوا مامة زينب وهي اللي كان اسمها خديجة قالت ازيك يا ميار عاملة ايه؟ الحمد لله انا تمام يا خديجة، وانتي اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. وقالت مامة ياسمين اللي كان اسمها حنان ازيك يا ميار اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حنان، وانتي عاملة ايه؟ انا الحمد لله بخير. بقولك يا ميار البنات لما شافوا السلوبيتا اللي كانت لابساها هاجر امبارح عجبتهم جدا وعايزين واحدة زيها. بس كده عيوني ليكم، هاتولي القماش وانا هاخد لهم المقاسات وافصل لهم اجمل سلوبيتا. قالت حنان تسلمي يا رب. طيب التفصيل هتاخد عليه كام؟ قالت لها ميار من غير فلوس خالص. لا ده حقك، وانت اكيد هتتعبي في الخياطة والتفصيل. طيب 50 كويسة معاكم؟ دي كويسة جدا، انا لما كنت بفصل عند الراجل اللي برا المنطقة كان بيعمل اقل حاجة ب80 جنيه وساعات اكتر من كده كمان. قالت لها ميار لا هي 50 جنيه كويسة جدا عليهم، وان شاء الله سلوبتات تعجبكم. تمام خدي انت المقاسات واحنا ان شاء الله بكرة هنشتري لك القماش ونجيبهولك. تمام يا حبيبتي. وبدأت ميار تاخد مقاسات البنات، وبعد ما خلصت كتبت المقاسات في الدفتر ومشيت حنان وخديجة من عند ميار. وتاني يوم حنان وخديجة ودوا لميار القماش علشان تبدأ تخيط. وبعد ما خلصت كانت حنان وخديجة مبهورين جدا بالسلوبتات لانهم كانوا باينين انهم جايين من محلات مش متخيطين. وكانت دعاء مبهورة جدا بالهدوم اللي عملتها لها ميار وما توقعتش ان هي هتطلع مظبوطة كده. وكانت دعاء عند اختها شيماء وكانوا بيتكلموا عن لبس المدارس وان كل المحلات غالية وانهم هيفصلوا لهم احسن. فقالت شيماء والله يا دعاء انا ليا يومين بلف على حد كويس هنا في المنطقة بيخيط هدوم علشان المدارس ومش لاقية. دعاء قالت لها ولو قلتلي من بدري كنت وفرت عليكي لف كتير. ليه هو في حد فتح جديد في المنطقة ولا ايه؟ لا دي جارتي ميار جابت مكنة بتخيط في البيت، استني هوريلك كام طقم عملتهم للعيال. وجابت دعاء الهدوم ووريتهم لشيماء. ما شاء الله يا دعاء ده كأنك مشترياهم بالظبط، انتي لما كنتيش قلتلي انك مفصلاهم انا كنت هسألك جايباهم من انهي محل. لا يا اختي هي اللي فصلتهم، اخدت بس مقاسات العيال وانا جبت القماش وهي اللي قصت وخيطت، وكمان اسعارها حلوة جدا بجد. طب اذا كان كده هجيب العيال تاخد مقاساتهم واخليها تعمل لهم بالمرة. وقعدوا الاختين يتكلموا مع بعض، وجابت شيماء عيالها علشان ميار تاخد مقاساتهم، وشيماء جابت لها القماش وميار بدأت تفصل لها الهدوم. وبعد 4 أيام كانت خلصت، وشيماء كانوا عاجبينها جدا وانبسطت جدا من أسعارها لأن هي كده وفرت فلوس كتير بدل اللي بتشتريه جاهز، لأنها لما كانت تشتري من المحلات كانت بتدفع فلوس كتيرة
وبدأت شيماء تعرف كل قرايبها وأصحابها على ميار، وكذلك دعاء وحنان وخديجة. ميار بدأت يجيلها شغل كتير وبقت الفلوس تكتر معاها، وشوية شوية عدى كام يوم وكانت ميار معاها 2000 جنيه. وأول حاجة عملتها نزلت واشترت حلاوة المولد لعيالها، وبعد ما رجعت طلعت لدعاء علشان تدي لها الفلوس بتاعتها. ازيك يا دعاء، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ميار، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. بصي، انا جبتلك 1500 جنيه، حوشت مبلغ 2000 جنيه، جبت لعيال حلاوة المولد، وقلت لازم اطلع لك الباقي تمن المكنة، ما ينفعش اتأخرت عليك كتير. لا يا ميار، خليهم معاكي دلوقتي وهبقى اخدهم منك بعدين. لا معلش، خديهم، انا لو احتجت فلوس هاجي اخد منك، انا هاخد من مين غيرك؟ تمام يا حبيبتي، ولو احتجت الفلوس في اي وقت تعالي، انا مش هتأخر عليكي. عارفة والله يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. وبعدها نزلت ميار عشان تكمل الشغل اللي عليها. وميار كانت يوم عن يوم بتتعرف في المنطقة بتاعتها، وكان بيجيلها هدوم اكتر واكتر. وعدت سنة من يوم ما بدأت خياطة، لحد ما قررت تأجر محل وتجيب بنت تشتغل معاها علشان الشغل بقى كتير عليها. وأجرت المحل وجابت مكنة كمان، وشافت بنت تشتغل معاها، وبدأ شغلها يزيد يوم عن يوم، وكمان بقت بتكسب مبالغ حلوة من الخياطة، وبقت معروفة جدا في المنطقة والمناطق المجاورة. وبعد سنتين اشترت محل كبير باسمها، وجابت كم مكنة على المكانتين اللي معاها، وبدأت انها توسع في شغلها يوم عن يوم. وكانت كل فترة بتتعرف اكتر واكتر في البلد، ودخلت اولادها مدارس خاصة، وكانت بتجيب لهم كل اللي نفسهم فيه، ما كانتش بتحرمهم من اي حاجة. وكانت كل سنة في موسم مولد النبي تتبرع بمبلغ كبير لدار ايتام والناس الغلابة، الناس اللي بيبقى نفسها في حلاوة المولد لكن مش معاهم فلوس يجيبوها. وبعد 10 سنين كان يوم افتتاح الفرع الثالث من سلسلة أتليهات الحمد، واللي كان مصادف يوم مولد النبي. كانت واقفة هاجر وماسكة علبة حلاوة كبيرة وبتوزع منها على الأطفال اللي ماشيين في الشارع، وكانت فرحانة جدا للي وصلوا له بفضل ربنا، ثم مساندة الدعاء جارتهم وتعب مامتها طول السنين دي. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا. واللي اتعلمنا من القصة دي، لما تقع في مشكلة ادعي ربنا انه يخرجك منها وقلبك مجبور. ما تقولش ليه يا رب اشمعنى انا اللي وقعت في المشكلة دي، اشمعنى انا اللي مش معايا وكل اصحابي معاهم. اكيد ربنا عامل كده عشان غضبان عليا. بالعكس، لما تقع في مشكلة ربنا بيكون عايزك تقرب منه اكتر، وتصلي وتدعيله وتقول يا رب طلعني من المشكلة دي، يا رب فك الضيقة من عندك، يا رب انت اللي عالم بحالي، اجبر خاطري وفرح قلبي. ربنا بيكون عايز يسمع صوتك وانت بتدعيله. لما تقع في مشكلة خليك عارف ان ربنا اذا حب عبد ابتلاه. فلما تقع في مشكلة ما تقولش اشمعنى انا وليه يا رب كده، بالعكس احمد ربنا ان عندك صحة، احمد ربنا على الاسرة اللي معاك، احمد ربنا على البيت اللي انت فيه. غيرك بيتمنى انه يخف من المرض اللي عنده، وفي ناس بتتمنى ان يكون عندها اسرة، في غيرك بيتمنى يبقى عنده بيت يتدفى فيه. نعم كتير عندك مش عند غيرك، ناس كتير بيبقى نفسها يبقى عندها نص النعم اللي عندك، انت مش واخد بالك من النعم دي. احمد ربنا على النعمة اللي معاك، ولما تقع في مشكلة ما تقعدش تتذمر، احمد ربنا انها جت على قد كده، وكون عارف وواثق ان ربنا هيخرجك منها اكيد. ربنا مش بيبلي حد غير لما بيخرجه من الابتلاء ده، فرب الخير لا يأتي الا بالخير. ومع السلامة، اشوفكم في قصة جديدة.